السلام عليكم، تحياتي لكم. خبر مؤسف شوي بصراحة. وفاة تونسي يبلغ من العمر 30 سنة بين عجلات شاحنة ثقيلة. كيف صارت العملية؟ الشاحنة الثقيلة كانت على متن باخرة. الباخرة هذه رست في ميناء باليرمو، والشاحنة هذه اللي كانت على متن الباخرة جاية من ميناء حلق الواد. للأسف فما تونسي يعني تخبى تحت كاميون باش يدخل إيطاليا بطريقة غير شرعية، لكن في ميناء باليرمو يعني توفى للأسف بين العجلات، يعني توفى رحمه الله، وربي صبر العائلة بتاعه. بصراحة حادثة أليمة جدا، حادثة مش عارف كيف صارت، يعني بالرغم أن دولتنا وإيطاليا يعملوا في اتفاقيات يعني للحد من الهجرة الغير شرعية وللحث على الهجرة الشرعية الآمنة المنظمة. ومؤخرا يعني شفنا كيفاش 400 تونسي يتكون في تونس ويخرج يخدم مباشرة في إيطاليا، يعني في مجال البناء، وعملت عليها فيديو كامل يعني. وأصلا مش هذه هي الوحيدة، ثم اتفاقيات جديدة باش تصير بين تونس وإيطاليا، خلاف التكوين المهني، خلاف الستاج انك تجي تعمله في ايطاليا، خلاف يعني ديكريتو فلوسي اللي يحل كل عام واللي باش يتبدل، على خاطر قبل تبين انه فيه لعب، يعني فيه يعني تلاعب كبير ياسر. حاليا السلطات الايطاليه ما يخرج الا اللي باش يخدم، اصلا ما يخرج من تونس الا بالكونترا مصحح. تو نحكي عليه في مواضيع اخرى، ما هوش موضوعنا اليوم. الموضوع تاعنا اليوم هو التونسي هذا 30 سنة توفي بين عجلات شاحنة ثقيلة في ميناء باليرمو. ان شاء الله ما تعودش حوادث كيما هكا، على خاطر حاجة كيما هكا تحز في نفسي وتحز في نفس كل تونسي، على خاطر شاب كان يحلم بمستقبل خير وموصل عمل هكاكا، الا يعني كل واحد تسكرت في وجهه برشا بيبان. لكن ما هوش حل انك تجي حارق عندك قلب حر والا تجي بالطريقه هذه، ما هوش حل. واكبر دليل اسالوا الناس اللي جت بطريقه غير شرعيه لايطاليا كيفاش تعبوا ياسر. نجم يكون عمل اوراق، لكن راهو تعب وتعذب نفسيا وماديا ومعنويا. اللي سلكها وعمل اوراق، ولكن برشا راهم بلاش اوراق. انك تجي بطريقه غير شرعيه لايطاليا ما هي مش سهل باش تعمل اوراق كما يوهموا لكم برشا عباد. احسن حاجه انك تجي ريغولاري، تجي بطريقه شرعيه منظمه. الصفحه متاعنا الهدف متاعها هو الحاجه هذه، الهجره الامنه والمنظمه والشرعيه، وحاجه ايطاليا وتونس يخدموا عليها. ان شاء الله ما عادش نسمعوا حاجات كما هكا، والسلام عليكم.